الصوت يقطع. وصوتي الآن واصل لك أستاذ؟ طبعا تحية. نعم وصلي حاليا. تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين، وأرحب بالضيفين الكريم من جمهورية العراق الشقيق. الإخوان ذكروا جملة من الأمور. حاليا نحن في صدد، هم في دولة ونحن في دولة. أعتقد بعض التساؤلات اللي تدخل في شيء. لحظة، أنا دا أنتظر يكمل وبعدين أطرح السؤال بموضوع جمهورية العراق الشقيق. يا أخي أستاذ خالد، أنتم سويتوا استفتاء. أستاذ شرمك، الله يرضى عليك، خليه يحكي وبعدين حنرجع على جمهورية العراق الشقيق، يعني هذا الموضوع محور الحد ذاته. تفضل كمل. لا بأس. أولا نحن حاليا في جمهورية كردستان، نحن لم ننفصل، نستقل، لأن هناك فرق بين الانفصال والاستقلال. حين تريد الانفصال يعني بمعنى أنك تعترف أنك جزء من دولة أخرى. لا، نحن نستقل وصوتنا على الاستقلال وكل شيء انتهت. وأبارك للسادة المشاهدين وجميع العراقيين وجميع الكردستانيين، انتصار لكلا الطرفين وراح ينهي قرن من الصراع. أما فيما يتعلق بسؤال حول السيد مسعود البرزاني أنه حلم أباه، نعم حلم أباه وأبى أباه وحلم جميع شعب كردستان، خطوة موفقة وخطوة جبارة، أعلن الاستقلال. أما مسألة لماذا لم يصوتوا سنة 2003، حقيقة أختي العزيزة، حين قدمنا أن نبني عراق على وفق شراكة استراتيجية يصب في مصلحة الشعبين الكريمين، الشعب العراقي والشعب الكردستاني. الحكومة المركزية في بدايتها كانت ضعيفة، السيد جلال طالباني كان الصمام الأوان. من بدأت الحكومة تستقوى شيئا فشيئا بدأت تتنصل من جميع مسؤولياتها، ولو هذا أصبح من الماضي. المفروض احنا ما كردستان ما بعد الاستقلال لا نتحدث به، ولكن راح نجاوبك عليه. فبدأت بالسياسات مادة تطبيق فشلها في تطبيق مادة 140 في ميزانية البيت. هسه كلها حكوها الجانب الكردي، بس أنا سؤالي هو هي هذه يقول لك اليوم بجانب حكومة بغداد هاي كل الاتهامات مو حقيقية، ماخذين ربع النفط العراقي انتم الجانب الكردي، إذا هاي ذرائع دا يستخدمها السيد مسعود البرزاني. ست سحر، ولذلك احنا راح نقول للشعب العراقي انه راح ينتهي هاي المشكله. السنه راح ياخذون رئاسه الجمهوريه والمناصب وهاي الشغلات مبارك عليهم، خلي يوزعوها وراح ينتهي المشاكل. من يتصاب الشيعه والسنه؟ بالعكس، استقلال كردستان سيكون خيرا للعراقيين. ليش ما تكيفون؟ راح تاخذون المناصب ومال 17% اللي كانت مقطوعه عنا خلي يوزعوها على الاطفال، على اليتامى، على الابرياء، لا يجون يتفضلون بها على كردستان. ولذلك أقول للضيف الكريم والجميع الشعب العراقي، نحن نحبكم ونتمنى لكم الخير، ولكن من اليوم من البارحة نحن صوتنا على استقلال كردستان. يعني هسه انتم بدكم تنتظرون التهنئات من رئيس الجمهورية اللي ممكن يكون سني، ودا تنتظرون التهنئات من رئيس الحكومة والبرلمان العراقي والجيش العراقي والحشد الشعبي وكل الشعب العراقي، تنتظرون رسائل تهنئة تجيكم؟ نعم بلا شك ننتظر، وهذا رؤيتنا. راح يجون مباركات، احنا راح نباركهم وينتهي المشاكل. لماذا هاي الرؤية التشاؤمية؟ وتركيا وإيران أول شخص تركيا وإيران قبل ساعتين الرئيس أختي العزيزة، الوضع الجيوسياسي والوضع ما يقال في الإعلام شيء والسياسة شيء آخر. ثانيا أن قبل قليل المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية قال ما علاقاتنا مع كردستان راح تتطور أكثر في أكثر. تركيا متداخلة في علاقات متشابكة مع كردستان، لا تستطيع أن تخطو خطوة حمقاء لأنها تعلم ستفشل فشلا ذريعا، لأن كردستان سوريا هي نجحت، بالرغم أن هي تركيا تعلم أن الذي يقود الحرب في كردستان سوريا هم الحزب العمال الكردستاني بنسخة متطورة، حزب الاتحاد الوطني الكردي، فهي فشلت في ذلك، فكيف تنجح هنا؟ وإيران كذلك فتحت الحدود. فأعتقد نحن أمام مرحلة تاريخية جميلة، علاقات طيبة. العراقيين أصلا استقلال كردستان كلها خير للعراقيين، أنهى قرن من الصراع. راح يصير حدود على حمرين، راح تاخذون ضرائب، بعدين المناصب آلاف المناصب اللي كملوا شهادات دكتوراه وماجستير ما عندهم وظائف راح ياخذوها بالنيابة عن الدكتور والميزانية يرجع. كأنه فاتك خبر اليوم، خليني أنا أقرأ لك إياه. اليوم مركز العلاقات والإعلام الدفاعي، أكو خبر فايتك الظاهر ما مطلع عليه حضرتك اليوم. مركز العلاقات والإعلام الدفاعي للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أعلن عن زيارة رئيس أركان الجيش التركي
إلى طهران على رأس وفد عسكري رفيع المستوى الأسبوع المقبل. يعني هذه كل الاستقراءات اجت على هذا الخبر، أنه تصعيد إيراني تركي عراقي ضد إقليم كردستان. أولا أختي العزيزة هذه استهلاك إعلامي، وثانيا أن إيران من سنة الثمانينات فلتسقط إسرائيل وسنضرب إسرائيل إلى اليوم. إسرائيل تزداد قوة، هي لم تفعل شيئا، خلي تصرح منها الألف سنة، شو المشكلة يعني؟ من جمهوريتكم راح أضم محافظاتكم، بس لو المحافظات اللي سويتوا بها الاستفتاء اللي عليها اليوم صراع شديد. جميع المحافظات اختي العزيزة سحر، وين تريد تاخذ حدودكم الكرديه؟ وين تريد تاخذ حدودكم الكرديه استاذ؟ جبال حمرين، يان حمرين يان امرين، يعني يكون مصطلح كردي، لو حمرين لو نموت هو جبل حمرين. تكون جمهوريه كردستان وطن للعرب، وطن للتركمان، وطن للمسيحيين، راح يكون اللغه العربيه واللغه التركمانيه لغات رسميه في جمهوريه كردستان. اصلا العرب اكثر المصوتين، بعض من التركمان ما صوتوا وبعضهم صوتوا، نحبهم نحترمهم، عمليه ديمقراطيه. لماذا هذا التشاؤم اختي العزيزه؟ صارنا قرن من الزمان واحنا نتقاتل، من الرابح بنا؟ انا الخاسر وانت الخاسر. لا، بدت علاقات طيبه. كردستان وعراق انا متاكد راح يكون نموذج للديمقراطيه والتعايش في منطقه الشرق الاوسط. وهذه التهديدات وبعض يحاول يستخدم استهلاك اعلامي، لا اعتقد اننا نصل الى مرحله التشاؤميه كما يتفضل به بعض المحللين السياسيين.